مساء الخير ويا رب الأسطورة بتاعت النهاردة تعجبكم. فلو عجبتكم حطوا لايك، قولوا لي في الكومنت، واشتركوا في القناة، ويلا بينا نبدأ. النهاردة هتكلم معاكم عن أثينا. أثينا دي إلهة الحرب والحكمة، وتعالوا كده مع بعض نشوف الموضوع من البداية. زيوس، وده هنتكلم عنه في الفيديوهات كتير، فياريت ما تزهقوش منه. كان معجب ببنت اسمها ميتس. ميتس دي إلهة التبصر. يعني إيه؟ يعني بتشوف الغيب، تقرا الكف والطالع والحبشتكنات دي. المهم كان معجب بيها جدا وحاول يرتبط بيها، بس هي كانت رافضة. بس بعد محاولات كتير قدر يوصل لها وحملت منه. وبما إنها بتشوف في المستقبل، جالها رؤية إن بعد الحمل ده هتحمل في ولد، ولما يكبر هيدمر عرش زيوس ويستولي عليه. وهي بكل غباء وسذاجة راحت قالت لزيوس. زيوس لما عرف قال ايه ده، هو اللي انا عملت في ابويا هيتعمل فيا؟ لا، انا هخلص المشكلة دي واحلها في البدري كده عشان مش ناقص وجع دماغ. وراح واكل ميتس باللي في بطنها. وهو فكر كده ان هو قدر يحمي العرش بتاعه ويخلص الموضوع. بس بعد فترة زيوس كان قاعد مقريف وزهقان ومش طايق نفسه. فعدى عليه هيفايستوس، وده كان اله الحداده والنار، وقال له مالك يا كبرنا؟ ايه اللي مزهقك بس؟ قال له بقول لك ايه، بص سيبني في حالي، انا اصلا مش طايق نفسي والدنيا خربانه معايا. قال له ده بيحكي لي يمكن اقدر اساعدك. قال له انا مصدع وحاسس ان انا دماغي هتنفجر. قال له هو الموضوع كده بسيطه يا عم، حلك عندي. وراح رايح جايب بلطه اللي هي الفاس، وراح شاقق راس زيوس. واتفاجئوا هما الاتنين ان في بنت خارجه من راسه لابسه ملابس حربيه وماسكه اسلحه، وراحت نطه قاعده على رجليه. الآلهة اتجمعت والحق يلا تعالى بص شوف ايه اللي حصل، زي ما بيحصل كده في الشارع لما بنشوف حاجة غريبة. ودي كانت مين؟ كانت البنت اللي حامل فيها ماتس، اللي هي أثينا. وبعد فترة أثينا بقت مقربة جدا من أبوها، وبقى بيحبها وهي أقرب طفلة ليه، وكانت مدللة جدا لدرجة إن هو كان بيخليها تقعد على العرش جنبه أو تلعب بالشوكة الثلاثية بتاعته اللي هي الصاعقة. ولما كبرت اداها درع من دروعه، كان درع مميز جدا اسمه أجس، وده كان من خلاله بيقدر يعمل الصواعق والرعد. ودي كانت نشأة أو ولادة أثينا. تعالوا بقى نتكلم عن مدينة أثينا وإيه القصة اللي دارت بالظبط عشان تتسمى بالاسم ده. بيقولك فجأة في المدينة ظهرت شجرة زيتون ونبع مية، وأهل المدينة ما كانوش عارفين هي الحاجة دي ظهرت ليه وظهرت إمتى أصلا. فراحوا للكبير بتاعهم اللي هو الحاكم يعني بتاع المدينة، وقالوا له على الموضوع، وقالوا له بقى حل لنا أنت الحوار ده وشوف إيه اللي حصل بالظبط. فهو طلع على العرافة بتاعته اللي هي أبين الزين أشوف البخت وأضرب الودع، بمعنى أصح دجالة. فبعد شوية حركات منها كده قالت له دي رسالة من الآلهة، وشجرة الزيتون اللي هي أثينا، ونبع المية اللي هو بيسيدون، فأنت لازم تختار اسم من الاسمين ويبقى اسم المدينة. فحاكم المدينة رجع لأهل المدينة وقال لهم على الحوار، وعملوا زي انتخابات كده وبدأوا يصوتوا. فكان الستات صوتهم بيروح لأثينا والرجالة لبوسيدون، وكان عدد الستات في المدينة أكتر من الرجالة بكتير. فالانتخابات رست على أثينا وسموا المدينة باسمها. بوسيدون لما عرف قال له انتوا بتعملوا معايا أنا كده؟ طب شوفوا بقى أنا هعمل فيكوا إيه. وبعت لهم موجة من المية المالحة غرقت المدينة وبوظت الأراضي الزراعية ودمرت كل المحاصيل. فالرجالة لمت بعض وعملوا زي قعدة عرب كده، يعني عشان يحلوا الموضوع ويحاولوا يهدوا بوسيدون قبل ما المدينة كلها ما تخرب. ووصلوا القرار إن الستات هتمتنع عن التصويت تماما بعد كده، وإن لقب الأطفال هيروح للأب، لأن الأول كان الطفل بيتلقب بلقب أمه، كنوع من أنواع العقاب يعني للستات عشان هم كانوا السبب في اللي حصل لهم، وبرضه بيطيبوا خاطر بوسيدون. بس القعدة دي صفصفت بس على تطيب خاطر بوسيدون والقرارين دول، بس المدينة فضلت اسمها أثينا. ودي كانت أسطورة أثينا وقصة مدينة أثينا.